بعد مطالبة رسمية من رئيس لجنة التربية النيابية الدكتورة سعاد الوائلي إلى وزير التربية بإصدار قرار تحسين المعدل للدور الثاني، خلونا نتعرف على إيجابية وسلبية هذا القرار. طبعا الإيجابية أنه الطالب راح يحسن معدله، وبالأخص السنة تحس هواي طلاب انظلموا وتحس اكو شيء غريب بالنتائج. يعني اوكي الطلاب المأجلين هواي، يعني نعرف اكو تأجيل نسبة عالية، بس اللي اقصده انه المواد الطلاب اللي امتحنوهن تشعر الكثير من الدرجات غير حقيقية، فهذا القرار راح يفيد الطلاب ويحسنون معدلهم. اما سلبية هذا القرار فمثل ما قلت السنة تعتبر اكثر سنة نسبة تأجيل، فبالتالي ما راح يستفاد باقي الطلاب، راح يستهدف فقط الطلاب الناجحين انه يعيدون او يحسنون معدلهم بالدور الثاني مادة او مادتين، فمو الكل راح تستفاد من عنده. زائدا السلبية الثانية انه المعدلات راح ترتفع، فحتى ابو ال95 وال96 وال97 راح يقول لك انا شو اسوي بالمعهد الطبي او شو اسوي بالكلية التقنية، أنا في بالي طب عام أو صيدلة. وحتى أبو الثمانينات يقول لك أنا إذا صعد معدلي للتسعينات، وأبو الستينات يريد يصعد معدله للسبعينات. فمثل ما قلت هذا القرار بحدين، حد إيجابي وحد سلبي. الطلاب المأجلين دور ثاني فأني صادر لكم وناشر لكم أفضل المراجعات المركزة ضمن الدرجة الكاملة بالدور الأول، وكل متابعين يعرفون هذا الشيء وبدون اي ترويج. انا القناة الوحيدة باليوتيوب خالية من اي ترويج، تلقون رابط المراجعات المركزة للفرعين العلمي والادبي في اول تعليق. زادا انا دا انشر لكم كل شيء يخص الكليات والمعاهد، وان شاء الله مستمرين وياكم حتى في التقديم على الكليات، راح اوضح لكم شلون تقدمون. ففعلوا اشعارات قناة اليوتيوب ضروري حتى توصلكم الفيديوهات القادمة اول باول، مع الانتباه انه ان شاء الله هم راح انشر لكم عن الدور الثاني. يعني كان في بالي اني انشر اليوم فيزياء، بس سويت هذا الفيديو، فان شاء الله في الايام القادمه انشر لكم عن الدور الثاني وعن اهم الاشياء اللي تركزون عليهن. اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح حبايب قلبي، مع الف سلامه.